السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن شاشة ال جي وقلت رأيي فيها وفي شاشة سامسونج، وكانت في ناس دخلت اعترضت عن ال جي وان ال جي لا مش حلوة، سامسونج افضل، وفي ناس قالت لا ال جي افضل، وفي ناس بتسأل انا اجيب سامسونج ولا اجيب ال جي. طبعا هو مفيش حاجة اسمها افضل، مفيش حاجة اسمها ال جي افضل ولا سامسونج افضل. كل شاشة يعني كل شركة بتتفوق في حاجة معينة. ال جي بتتفوق في موديلات معينة، وسامسونج بتتفوق في موديلات معينه. انا ما اتكلمت على الموديل اللي عندي ده بيتفوق على الموديل اللي هو الفئه اللي قصاده. يعني نفس الفئه كل شركه بتنزل فئه اللي هو فئه اقتصاديه، فئه عاليه، فئه اعلى وكده. انا اتكلمت على الفئه الاقتصاديه اللي كل الناس بتشتريها. تمام، فانا قارنت بينها وبين نفس الفئه في سامسونج بتاعتي. طبعا هي ال جي طبعا كانت افضل بكتير. ده ما يمنعش ان سامسونج في ليها طبعا شاشات كويسه جدا وبتتفوق على ال جي. بس الشخص كان بيقول لي لا ال جي ايه وبتاعي، لا ال جي شركه كويسه جدا، خامات تصنيعها عاليه جدا، كمان يعني شركه عالميه. تمام، فاحنا هنقول دلوقتي انت لو حابه تشتري ال جي ولا سامسونج، ابو جدي هيقول لكم يعني ايه إيه الافضل، ولما تيجي تشتري بناء على ايه. وان ما فيش حاجه اسمها اجيب ال جي ولا سامسونج، في حاجه اسمها اجيب فئه ايه من ال جي وفئه ايه من سامسونج. فطبعا ابو جدي هو اللي هيقول لكم بالظبط، واسمعوا الفيديو للاخر هتستفادوا، مش هتلاقوا يعني مش هتحتاجوا ان انتوا تدوروا على الفيديوهات التانية ان انتوا تعرفوا اي معلومه. هنقول لكم ان شاء الله كل معلومات، والفيديو ده هيكون تكمله للفيديو اللي قبل كده. احنا في نقطتين عاوزين نتكلم عليهم في الفيديو علشان ما نتوهش مع بعض، وعلشان ايه الناس تستفيد ويبقوا عارفين ان شاء الله لما يطلعوا من الفيديو عارفين هيشتروا ايه وبسعر ايه وكل حاجة بالظبط. اول حاجة في النقطة الاولانية ان هنتكلم عن انواع الشاشات والفئات بتاعتها. تاني نقطة هنتكلم عنها المقارنة بين الشاشة اللي عندنا احنا في بيتنا وجربناها، اللي هي اليو اي 8500 دي من ال جي، والمقارنة بينها وبين شاشة سامسونج اليو 8000 اف. ودي احنا شفناها لما كنا بنشتري، شفنا الشاشتين قصاد بعض ونقول لكم ليه احنا اخترنا ال جي وما اخترناش ايه السامسونج. اول حاجه هنتكلم عليها الفئات الاول. اول حاجه في 4 فئات في كل الشركات اللي بتصنع شاشات، سواء من ال جي او سامسونج او تي سي ال او توشيبا او اي شركه او شارب، كله بيندرج تحت 4 فئات بس. اول فئه اللي هي الفئه الاقتصاديه، اللي هي بتكون بتشتغل بنظام الدايركت ليد او الاضاءه المباشره، او بيسموها الالترا اتش دي، الالترا يو اتش دي 4K. دي اول فئه. الفئه الثانيه بتبقى اسمها الكيوليد، والفئة التانية اللي بعدها اللي هي الفئة التالتة بتسمى الميني ليد، والفئة الرابعة اللي هي أعلى فئة في العالم اللي هي اسمها فئة الأوليد. طبعا فئة الميني ليد والأوليد دي أعلى حاجة في العالم، وطبعا إيه بتبقى أسعارها عالية ومش في متناول الجميع في مصر. اللي في متناول الجميع في مصر بتبقى اللي هي الفئة الاقتصادية اللي هي زي اللي عندنا احنا في البيت، والفئة اللي هي الكيو ليد دي للناس اللي عاوزة تعلي شوية وتجيب حاجة ايه كويسة برضو. تمام. تمام. بالنسبة بقى ايه للمقارنة بين الفئة اللي احنا جايبينها اللي هي الفئة الاقتصادية، الموديل اللي عندنا اللي هو اليو اي 8500، ومقارنته بالموديل اللي المفروض قصاده من سامسونج الفئة الاقتصادية برضو اللي هو اليو 8000 اف. احنا ليه اخترنا ال جي وما اخترناش سامسونج؟ اولا ال جي نوع البانل بتاعتها، الشاشة بتاعتها هي شاشة اي بي اس ال سي دي، اما الشاشة في السامسونج عبارة عن شاشة في اي. دي ليها مميزات وعيوب ودي ليها مميزات وعيوب. اول حاجه مميزات الشاشه الاي بي اس اللي موجوده في الموديل اللي عندنا اللي هو ال جي. الاي بي اس زوايا الرؤيه فيها لما تيجي تبص في الشاشه مباشر او من الجنب لاي حد بيتفرج، بيبقى شايف الشاشه كل حاجه بوضوح، ما بيبقاش فيه بكسله ولا بيبقى فيه نقط يعني ايه تحس ان فيه لغوشه كده من الجنب، لا كل حاجه في الشاشه بتبقى واضحه. اما الفي اي في سامسونج لازم تبقى قاعد قصادها مباشر علشان تشوف، بس الميزه اللي فيها ان هي تعزيز اللون الاسود فيها بيكون اكتر من شاشة الاي بي اس. طيب يعني امتى نشتري دي وامتى نشتري دي؟ نشتري الاي بي اس لو احنا ناس عادية خالص بنتفرج على التلفزيون في اضاءة عادية وفي الضلمة اوقات الناس طبيعية جدا. اما الفي اي بتبقى حلوة امتى بقى؟ بتبقى حلوة للناس اللي بتحب تتفرج على كل فرجتها في الضلمة، يعني دايما يحب يتفرج على الافلام او المسلسلات او الكلام ده وهو مطفي النور وبيحب يتفرج فيبان معاه اللون الاسود ودرجة اللون الاسود افضل. دي ميزه الشاشه الفي اي. اما وطبعا وضحت لكم شاشه الاي بي اس. تاني حاجه بقى احنا اخترنا عشانها ال جي. ال جي طبعا خامات تصنيعها انا بحسها بتكون افضل شويه، وان كانت السامسونج في الشكل ممكن تكون احلى شويه،
بالنسبه للشكل الخارجي. دي طبعا ايه سامسونج بتكون ايه افضل شويه او احلى شويه او سليم او نحيفه شويه، وما تتعلق على الحيطه بيكون شكلها احلى شويه. لكن لما العين بتاخد على الوضع خلاص. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه شاشه ال جي فيها ميزه حلوه قوي. طبعا احنا قلنا ان شاشه ال جي بتشتغل بنظام الويب او اس، وشاشه سامسونج بتشتغل بنظام التايزن. الويب او اس دي شاشه ال جي معاها ريموت. الريموت ده بيدعم الاوامر الصوتيه، ودي ميزه مش قليله، وبالنسبه للناس اللي بتستخدمها عارفين قيمه الميزه دي. وكمان الريموت بتاعها ال جي سهل التحكم فيه، ومن احسن من ريموت سامسونج. فدي ميزه مش قليله، موضوع الريموت وموضوع الاوامر الصوتيه باللغه العربيه دي ميزه كبيره جدا مش موجوده في سامسونج. تمام. ده بالنسبه برضو للضمان بتاع ال جي. ال جي متوفره عندنا في السوق المصري يعتبر اكتر من سامسونج، وقطع غيارها متوفره اكتر، وكمان التعامل مع التوكيل سهل برغم ان هو قطع غياره غاليه وكل حاجه، بس حتى بره التوكيل قطع غيار متوفره. خلاص. دي بالنسبه للفروقات بين الموديلين، اللي هو موديلات 2025 وممتد لغايه 2026، بين ال جي اليو اي 8500 والسامسونج اليو 8000 اف. طيب في ناس بقى بتسأل اجيب في سامسونج موديل الكيوليد افضل ولا الموديل اللي انتوا عايلين عليه عندكم؟ طبعا بلا نقاش الكيوليد هتكون افضل. يا جماعة بصوا عشان تبقوا انتوا عارفين، ما ينفعش اقارن فئة الكيوليد بالفئة اللي هي الفئة الاقتصادية، ولا ينفع اقارن فئة الاوليد بفئة الكيوليد. كل فئة وليها يعني ليها مواصفاتها وليها امكانياتها، بس برضه ليها سعرها الغالي برضه. يعني انت لو معاك فلوس انك تقدر تدفع اكتر، اكيد اكيد اشتري الكيوليد. تمام. لكن ما ينفعش تقارن لي فئة كيوليد بفئة اقتصادية، عشان في واحد في الكومنتات كان كاتب لنا ان اجيب كيوليد ولا اجيب الفئة اللي عندكم. لا اكيد طبعا هات الكيوليد. بس في حاجة بقى، ما ينفعش تجيب لي كيوليد طالع بقاله 4 5 سنين وتيجي تقارنه بشاشة النهارده موديل 2025 متعدل البروسيسور بتاعها و... وامكانياتها عالية. ما هو برضو الشركة بتطور من نفسها كل فترة، فانت لازم نقارن الموديلات اللي هي الحديثة ببعض. تمام. دي حاجه. الحاجه التانيه، ال جي عامله حاجه اسمها النانو سيل. النانو سيل دي بقى بين الفئه الاقتصاديه وبين فئه الكيوليد. النانو سيل ديت هل تستاهل بقى سعرها؟ لا طبعا. طب لو قارنت النانو سيل اللي في ال جي دي بالكيوليد اللي في سامسونج تكون افضل؟ لا طبعا. بالنسبه للكيوليد اللي في سامسونج هتكون افضل من النانو سيل اللي في ال جي. يعني ال جي عامله فئه كده وسط بين الاثنين، زي نظام فئه محيره كده. هي بصراحة أغلى من الفئة العادية اللي هي الاقتصادية ديت بحوالي 4 5 آلاف جنيه، ما تستاهلش السعر ده بصراحة. لكن لو الكيوليد في ال جي تستاهل. طب أقارن الكيوليد بقى من ال جي وبقارنها بقى إيه بسامسونج. وأنا في الحالة ديت أنا بميل شوية لألوان ال جي، وبميل عامة إيه لشاشات ال جي ونظام ال جي والتعامل مع ال جي بصراحة. دي كانت خلاصة كل حاجة أنا أعرفها. طبعا أنا مش متخصص في موضوع الشاشات، ولكن انا فدتكم بكل اللي اقدر عليه، واللي اي حد مش محتاج يعرف اكتر من كده. بس دي كانت كل المقارنة بين شاشة سامسونج موديل 2025 بين سامسونج وال جي، والفئات وازاي نختار بينهم. ولو حد معاه فلوس يزود هي هيجيب الكيوليد، لان طبعا هتبقى رؤيتها افضل وتستاهل فرق الفلوس، بس اكيد مش فرق 10000 جنيه يعني بين الشاشه والتانيه. يعني لو دي مثلا ب 22800 والتانيه ب 30000، اكيد لا ما تستاهلش فرق السعر ده. لكن لو اغلب مثلا ب 3 او 4000 جنيه بالكتير بين الكيوليد والفئه الاقتصاديه اللي عندنا دي، لا نجيب الكيوليد. 10000 لا ما تستاهلش في بصراحه. حد بيسأل بيقول لك ان الإضاءة بتاعته، إضاءة الشاشة مش عالية، هل دي محتاجة برمجة ولا هي إضاءتها مش عالية؟ وحد برضو بيسأل بيقول لك صوتها مش عالي، هي أعلى صوت لها هي كده واطية طبيعتها ولا لأ؟ ولا هي لأ في برضو بتعمل بالبرمجة؟ هو طيب بصوا، هي شاشة ال جي بالنسبه لقوه الصوت، اه اولا الشاشات ديت اذا كان ال جي او سامسونج، الاثنين فيهم بقوه 20 واط، فيهم سماعتين كل سماعه 10 واط، الاثنين بقوه 20 واط. يعني الاثنين صوتهم زي بعض بالظبط. اولا الشاشات دي صوتها مش عالي، مش اللي انت هي قاعد صوتها يعني نقي ما وصافي تفكرش ان يعني، انت بس قاعد مش بتتفرج على صب. هي صوتها عالي يسمع اي حد قاعد، وصوت واضح ونقي وصوت نظيف ومجسم. دي بالنسبه للشاشه. اللي انت بقى عاوز صوت عالي وعاوز حاجه جامده، هتجيب حاجه اسمها ساوند بار.
الساوند بار ده في منه موديلات كتير واشكال كتير، انت اختار بقى براحتك وطبعا الميزانيه بتاعتك. ده لو انت عاوز صوت عالي بقى وفخامه والكلام ده كله. لكن الشاشات مش مخصصه يا جماعه، دي في ناس مش شاشه. عارفه يعني ايه ساوند بار يعني. الساوند بار اللي هي عباره عن سماعات زي نظام الصب كده، اسمها مسرح منزلي بالعربي. بتبقى عامله زي نظام السماعات الصب اه، كده، بيتحطوا بس على سماعه. على ارقى وعلى افضل وعلى انقى. اما ماشي. بالنسبه بقى لموضوع الصوره اه، اللي الصوره اضاءتها اه، مش عاليه بقول. بالنسبه هي الشاشه عامه بتبقى جايه على متظبطه على 50% اضاءه الشاشه. انت بايديك بقى ان انت تزودها على 75 70 100% براحتك، بس هي حاول ما بتبقى جايه تزودش. زي الشاشات، بتبقى في قوه تباين، وفي يعني انت بتظهر لو انت عايز تغمق الوان وتفتح حاجه، تغمق حاجه لا تفتح كله، لا كده دي بتلعب انت حاولوا ما فيها. تزودوش الشاشة عن 70% إضاءة، لأن الإضاءة العالية بتضعف الزيادة عن الليدات. اللزوم مع الوقت بتستهلك الليدات. الليد. اه، فهي بتبقى جاية متظبطة على 50%. أنت حاسس إن هي إضاءتها ضعيفة، لا زودها فيها. أما موضوع الصوت زي ما احنا قلنا، لو صوت واطي زيادة عن اللزوم، لا دي يبقى في مشكلة في الشاشة. لكن لو أنت حاسس إن هو واطي مش عاجبك قوي، لا هي شاشات دي شاشة تلفزيون في الأول وفي الآخر يعني. برضه في الاخر هلاقي سؤال جاي لي، طب انا اختار ال جي ولا سامسونج؟ في الفئه بتاعتي الاقتصاديه، الفئه اللي انا جايباها دي اللي هي بتاعتنا كلنا، اللي انا جي عشان انت الحاجات هتدفع، دي. بص لما هتدفع اكتر وتختار الكيوليد، فانت بتختار جودة صورة احسن، وبتختار نقاء الوان افضل، وبتختار تعزيز الوان افضل. لو انت معاك ميزانية تسمح اشتري. اما الناس الطبيعية العادية مش هتلاحظ الفروقات دي الا اذا شافت الشاشات جنب بعض. فانا مش عاوز مثلا واحدة عروسة بتتجهز تتخيل بموضوع الكيوليد، طب انا عاوز اجيب افضل ومش هو كله في بصوا الاول وفي عامه في الاخر الاخر، قريب لبعضه. في الاخر طيب تاني حاجه، ما فيش حاجه برضو ارجع اقول لكم، ما فيش شركه، ما فيش حاجه اسمها اي جهاز في ان الشركه دي كويسه يبقى كل الاجهزه كويسه، وان الشركه دي يبقى ال جي كويسه في الشاشات يبقى كل شاشاتها كويسه، لا طبعا. اوقات سامسونج بتنزل شاشه يعني قصاد سامسونج ال جي مثلا، بتبقى افضل. سامسونج في فئه الاولد السنه دي، السنه دي بالذات، في الفئات اللي هي الاس 95 والحاجات العاليه قوي دي، اللي هي الاولد اللي الشاشه اللي بتعدي ال 100,000 جنيه، هي سامسونج على افضل من فكره، ال سامسونج جي. على فكره احسن من ال جي. عشان الناس اللي زعلانه انت ازاي ال جي افضل، لا ال جي شركه كويسه جدا، ولو هما الاثنين ما فيش فيهم واحده اكتر احسن من واحده، ما فيش حد يدخل يقلل من شركه منهم. هي في ناس برضو بتقول ان الخدمه بعد البيع، بعد الصيانه يعني، وان التوكيل وكده سيئه. هم فعلا بيبقوا بعض الاحيان سيئين، ولكن هم افضل من سامسونج. سامسونج ملهاش قطع غيار حاليا في السوق. انا طبعا عن نفسي واحده بصلح في التوكيل، في ناس ما بتعرفش تصلح في التوكيل او مش مقدرتها لان حاجتهم بتبقى غاليه اضعاف. في ناس بتروح تصلح بره وبتبقى برضو قطع غيار اصليه وكويسه وكل حاجه. فبالنسبه للناس بتوع البيوت او الناس البسيطه دي، احنا بنكلم الناس البسيطه دي اللي هم الناس البيوت بتوع البيوت، والناس اللي هي ملهاش في التوكيلات وملهاش في الحاجات دي او كده. فطبعا هتروح تصلح بره هيقول لها لا سامسونج اتصلي بالتوكيل، هتدفع طبعا مبلغ واثنين وثلاثه، ممكن يكون مش مقدرتها تدفع، فهتضطر ان هي تركن الحاجه. تمام. طب بالنسبه للفئه بتاعتي لا ال جي افضل. في فئات تانية بتبقى سامسونج افضل. طب بالنسبه للمقارنه بتاعه الكيوليد، اللي هو كان السؤال كان كيوليد 60 ولا ال جي اللي عندي. هو عامه الكيوليد افضل من الفئه اللي عندي لانه فئه عاليه، بس الكيوليد ما اجيبش الكيوليد بتاع الموديل بتاع من 4 سنين، لان انا هلاقي طبعا في الشاشه بتاعتي في حاجات يعني حاجات نازله حديثه مش موجوده طبعا في الكيوليد اللي كان من 4 سنين، غير بس الشاشه. طيب انت بتتفرج عليها من كل الاتجاهات بتديك عادي نفس الصوره. سامسونج انت المفروض بتبقى قاعد قدامها، دايما بتفضل قاعد قدامها، لو انت رحت يمين او شمال بتشوف الصوره مبكسله. طيب الميزه اللي انا خلاني اخترت، في ناس بتحب الصوره هتروح لسامسونج، لو انت قعدتك دايما قصاد الشاشه وما بتروحيش يمين ولا شمال، مش عيله يعني بتبقوا قاعدين من هنا ومن هنا وكده، لا انتوا شخص واحد او اتنين ودايما قعدتكم قصاد الشاشه على طول، خليكي في سامسونج حلوه كرؤيه. انما لو انت من الناس اللي بتتفرج من اليمين ومن الشمال وفي الاضاءه وفي قله وفي النور وفي الضلمه وفي كله، ال جي افضل. طب انا اخترت ال جي ليه عن سامسونج؟ اخترتها عشان بتدعم الاوامر الصوتيه، وده بالنسبه لي اخر الفيديو بقى ان احنا اشتري سامسونج ولا ال جي. بالنسبه للفئه بتاعتنا المتوسطه ال جي افضل. لما تحبي تساليني يعني، لو حد عايزه، لو عايزه تسالي ان انت عايزه تجيبي سامسونج قولي لي الموديل اللي انت عايزه تجيبيه ايه، والموديل اللي انت عايزه تجيبيه قصاده، يعني انت ميزانيتك تسمح لايه، ايه الموديل اللي تسمح له من ال جي، وايه الموديل اللي تسمح له الميزانيه بتاعتك من سامسونج، وانا اقول لك تاخدي ده ولا ده. الحمد لله احنا عندنا يعني، بصوا والله العظيم احنا ما بنقولش اي كلام، لان في حد داخل بيقول لي يعني انتوا ما اعرفش بتعملوا ايه، اللي هو ايه يعني احنا بنقول اي كلام؟ لا احنا ما بنقولش اي كلام. انا بجيب معلوماتي دي من ناس
يعني ناس بتبقى بتوع صيانه شاشات، ناس كمان والله المعلومات اللي انا جايبها لكم دي من حق ناس يعني عاليه جدا في صيانه الشاشات، ومن ناس بتعمل مراجعات عاليه. يعني انا ممكن افضل ابحث اسبوع واثنين وثلاثه واعمل حاجات، واقعد يعني ايه، اروح اشوف شاشات في اماكن معروضه جنب بعض وكده عشان اديك معلومه. يعني انا بتعب عشان اديك معلومه. وعشان كمان لما تجيبي حاجه وتدفعي مبلغ، تدعي لي ما تدعيش عليا، وعشان تشتركي في قناتي كمان، يعني ده بالنسبه لي شغل، فانت هتشتركي في قناتي تبقي واخده كلامي ثقه بعد كده. فانا مش احنا مش بنقول اي كلام ولا اي حاجه خالص، لا انا بديكم معلومات موثوق منها. وكده، ويعني انا كمان جايبه الحاجه دي لنفسي، يعني انا جايبه الشاشه دي لنفسي، بقى اكيد مش هنصحك بحاجه مش احسن حاجه. كمان الشخص اللي قال لا سامسونج افضل، هو يعني قاطع كده، هو سامسونج افضل في كل حاجه، هو اسمها كده اصلا. هو اصلا يعني انت لو كلامك مقنع لا تقول لي لا في الموديل كذا سامسونج افضل، انت داخل بتقول لي لا الكيوليد طبعا، ايوه الكيوليد بس قصاد ايه؟ كيوليد افضل، بس كيوليد قصاد اي فئه من ال جي. وكمان الكيوليد ده بتاع موديل اي سنه من 4 سنين، فانت هتقارن موديل من 4 سنين. انت قرات بس فكره كيوليد، قرات كلمه كيوليد فقمت جاري كيوليد، لا طبعا كيوليد مش افضل. هي مش كيوليد من 4 سنين افضل من شاشه لسه طالعه دلوقتي حتى لو هي الموديل الاقل؟ لا طبعا كيوليد دي تبقى افضل وهي نفس موديل السنه. هجيب كيوليد ولا اجيب الفئه او المتوسطه السنه اللي طبيعي؟ قبلها. او السنه اللي قبلها؟ بس فانا طبيعي انت جايب لي فئه عاليه بتقارنها بفئه متوسطه، اكيد طبيعي هقول لك خد الفئه العاليه. بس قارن الفئه العاليه كده مش سامسونج الكيوليد بالكيونيد. في ال جي كمان ال جي اسمها كيونيد بالنون، انما سامسونج اسمها كيوليد. فلما تيجي هي في الاول وفي الاخر هي نفس هي الاسم، بس كل بس شركه كل بتنزل شركه باسم بتسمي على معين. مزاجها. يعني عشان انت تبقى مفرق بين الكيوليد. الكيوليد والكيونيد هي واحد. تفرق بين الكيوليد سامسونج اسمها كيوليد، انما ال جي اسمها كيونيد، فتبقى انت برضو مفرق. فهو الفيديو طويل شويه. بال جي انقى شويه صغيره برضو من سامسونج. وبعدين ال جي بتدعم خصائص الذكاء الاصطناعي بسبب المعالج الجديد اللي حاطينه يا فيها. رب اكون قدرت ارد على كل الاسئله. بالنسبه اللي هي في حد كان بيسال هي بتدعم، هي المعالج بتاعها اسمه ايه؟ الشاشه ال ال جي جي بتدعم معالج ايه هي وسامسونج الالفا، معالج ايه؟ المعالج بتاع ال جي اسمه الالفا 7 الجيل الثامن. مم. ده احدث معالج موجود عند ال جي في الفئه الاقتصاديه. اه وطبعا قلنا ان هو كان في الفئات العاليه قبل كده. اما سامسونج المعالج بتاعها اسمه الكريستال 4K. المعالج ده اقل من المعالج اللي موجود عندنا احنا في شاشه ال جي. طب يعني كان المعالج بتاع ال جي افضل؟ طبعا ده افضل لان هو بيدعم خصائص الذكاء الاصطناعي، وكمان بيحسن الصوره والصوت بناء على جوده الفيديو المعروض على الشاشه. فالمعالج ده هو اللي مميز الشاشه دي. لكن عارفين موديل السنه اللي فاتت اللي هو الموديل اليو تي 8000 من ال جي، كان زيه زي السامسونج، انت بقى بتختار اللي يشوف الاوفر لك في السعر وبتختاره. لكن السنه دي لا، مختلف بسبب المعالج بس، هو اللي غير الفكره دي كلها. الفيديو ما تنسوش تدعموا القناه بالاشتراك ولايك، ولو اي حاجه في اي اجهزه كهربائيه عايزين تسالوا عليها اسالوا براحتكم، ولو في حاجه في الموبايلات برضو انا عندي خلفيه ممكن اقدر افيدكم. وشكرا.